بتبدا قصه برينيه وابنها ايفن، وكانت لسه بتبدا يومها لحد ما بتلاقي عنكبوت بيتمشى في الحمام وطبيعي تصرخ لانها اتسرقت. ابنها بيجي وبياخد العنكبوت بعيد عنها فبتاخد نفسها اخيرا وبيكون واضح ان هي عندها فوبيا من العناكب. المهم بيفطروا وابنها بيقول لها احنا عندنا مشكله في الكهرباء ويعني شوف لنا حل. فبتطلع قطر وقالت له انا هعرف اعالج الموضوع ده ومعرفش هتعالجه ازاي بقطر. المهم بيقول لها يا ماما انا عايزك تقعدي معايا وانا بحل الواجب. وبنفهم انه كان عنده مشكله مع الرياضه بخصوص الارقام يعني، وكان عايز يعني يروح لبابا عشان يساعده في ده. بس المشكله اننا بنشوف كاميرات في بيتهم، وطبعا بنفهم كده ان في حد بيتجسس عليه واكيد هيبقى تبع الراجل ده اللي راح على عربيه رينيه. المهم ايفن كان بيعاني مع الواجب واكيد كان كاره عيشته وبيسب وبيلعب. فالمهم مامته استعجلت وقالت له انجز عشان تروح لبابا، وبنعرف ان هو هيقضي الويك اند عنده. المهم نفس الراجل بيمشي وراها في الوقت اللي بتقول لابنها انا هخرج النهارده وهروح رحله وهقضي وقت حلو، وبيجي لها رساله من جوزها وكان بيشتمها فيها وما نعرفش ليه بيعمل كده. المهم بيوصلوا البيت طليقه، فرينيه بتقول له ابنك اتضايق لما سمع الرساله والشتيمه، فقال لها ما حدش قالك تشغليها قدامي، يعني كان عايز يشتمها بينهم وبين بعض. المهم سابته وخرجت عشان تقابل صاحبتها في الوقت اللي كان نفس الراجل ماشي وراها واستناها توصل لمكان فاضي عشان يقول لهم يلا. وطبعا ده خلى كاوتش العربيه ينفجر، فنزلت من العربيه وهي خايفه واكيد ما كانتش مرتاحه للي هي شايفاه. في الوقت اللي واحد تاني وقف بالعربيه وقال لها حوادث الكاوتشات دي رخمه بس انا هساعدك في انك تغيريه. وطبعا وافقت وكانت شايفه ان لسه في الزمن ده في ناس بتساعد ناس وكله بيحب التاني، وبيخرجوا الكاوتش من الشنطه في الوقت اللي صاحبه بيشرب سيجاره فيه. وطبعا هيستنى لحظه مناسبه وده عشان يخطفوها، وما نقدرش نقول ان كلنا ما توقعناش ده. فبيحطوا لزقه على وشها وبياخدوها جوه العربيه، وبتقابل واحده جوه العربيه اللي كتفتها، وده قبل ما تقطع بنطلونها وتقول لها يعني عشان لو احتجتي تدخلي حمام عشان لسه مشوارنا طويل. وبعدها بيقفوا بالعربيه في مكان وبتقطع حته صغيره من اللزق وبتديها عصير. طيب طبيعي مش هتقبل اي حاجه زي دي فبتجبرها تشرب. فبتقول لها انتوا عايزين ايه مني، وطبيعي ما جاوبتش عليها وسابتها ومشيت. المهم المخدر اللي كان في العصير بيشتغل وبتنام، وبتصحى بعدها وبتلاقي نفسها في مكان غريب وبتقابل حد تاني مخطوف زيها. فبتقول له احنا بنعمل ايه هنا، هي الناس دي مين؟ قال لها انت لسه جديده هنا، هم هنا بيعملوا علينا تجارب وبيجربوا علينا عقار اسمه جي 1012 اكس. فقالت له ايوه وده بتاع ايه؟ فقال لها ما اعرفش، وبيبان انه كان فعلا ما عندوش اي فكره ايه ده. وبنفهم ان هم هنا عشان يتعمل عليهم تجارب. المهم بيظهر واحد من اللي خطفوها وبياخدها الاوضه تانية، وبيظهر واحد تاني وبيشيل اللزق من عليها وبيقول لها بصي صرخي او عيطي براحتك انا مش همنعك، بس احنا لوحدينا هنا يعني مش هيفرق بحاجه ومش هيفيد بحاجه غير انك تصدعينا احنا وبقيه الناس. وبيلمسها وبعدها بيقول لها ما تقلقيش الفيلم ده هيخلص قريب. وطبعا كانت بتحاول تقاوم عشان تهرب بس طبعا كان من غير اي فايده، وقال لها بصي احنا هنا بنعمل تجارب ويعني النتيجه بعد ما نخلص هتعجبك. وكده بيكون واضح ان هي في معمل وبيتعمل تجارب هنا فعلا. المهم بتفتكر القطر اللي اخدته اللي كانت هتصلح بيه الكهرباء وبتحاول توصل له وقعدت تفرك كتير لدرجه ان في واحد سمع ده وبدا يكلمها وقال لها هما بيخلوكي هنا تواجهي اكتر حاجه بتخافي منها، يعني مثلا لو كانت ميه فهيغرقوكي في ميه وهكذا. فبتساله وهي مرعوبه ايه هو جي 1012 اكس؟ فقال لها ما عنديش اي فكره ايه ده، بس في اكتر من 20 واحد مخطوفين هنا، بس تقريبا بعد ما بيعملوا عليهم تجارب بيسيبوهم يخرجوا من المكان. طيب هي دلوقتي قدرت توصل للقطر بس هتحرر نفسها بيه ازاي الوقت اللي هم بيوصلوا فيه؟ وده عشان يكشفوا عليها. وبيكون غريب لما بتقول لهم في واحد كنت بكلمه هنا انا مش عارفه هو مين بس حكى لي ان في واحد خرج من هنا بعد التجارب. فقال لها هو ممكن الشخص ده يكون هلوسه او ممكن يكون موجود، وطبعا بيكون واضح انه مش عايز يديها اجابات، يعني ايه الرد ده؟ المهم بيلبسوا ادواتهم وبيبداوا يتكلموا معاه بخصوص تاريخ المرض. فبتقول لهم طب انا عندي ابني ومالوش غيري وما يقدرش يعيش يوم واحد من غيري. فبيقول لها احنا عارفين ان عندك ابن وما تقلقيش هيبقى كويس. وبيرجعوا يسالوها عن تاريخ المرض واتولدتي فين وعندك حساسيه من ايه وهكذا، وردها كان انتوا عايزين ايه مني، بس طبعا محدش عبرها وكملوا اللي بيعملوه. فبتقول لهم انا هسمع كلامكم في اي حاجه بس اخرج من هنا. فبتبدا تتشيك على نظرها وبتقول لها اقري الكلام ده بس ما عرفتش تقراه. فالراجل ده بيقرا الكلام وكانت طريقته بارده وبيقول لها انا قلت ايه؟ فقالت له ما سمعتش. وبيرجع يسالها يعني لو عندها اي امراض مزمنه او حساسيه. فقالت له انا كان عندي حساسيه وكان عندي انيميا وتعالجت. وهنا هيجي المهم لانه بيسالها عن الحاجات اللي بتخاف منها زي المرتفعات او الدم وهكذا، بس اول ما جاب سيره العناكب بدات تترعش وتخاف. فبتقول له على فكره انا مش بخاف من حاجه، وبيكون واضح انها كدابه. فبيلمس وشها وهو بيقول لها ما تقلقيش هتخافي قريب، وده قبل ما يمشي. المهم اول ما بيمشوا بتبدا تكمل اللي بتعمله لان هي اكيد فهمت ان هي ما ينفعش تقعد في المكان هنا، بس للاسف ما عرفتش تقطع الرباط والقطر وقع منها على الارض. المهم الست دي بترجع تاني ليها وبيكون معاها واحد تاني وبيلمس خدها وبيقول لها انت بشرتك هايله، وبنشوف الحقنه قدامنا. فبتقول له هي دي الحقنه اياها؟ فطبعا استغرب ان هي تعرفها واكيد كان عاجبه ان هي تعرف حاجه عن الحقنه. المهم بيحقنوها بالحقنه دي وبيقول لها بصي الحقنه دي هتغير حياتك 180 درجه يعني كاسلوب حياه وعادات. المهم اول ما حقنوها بتبدا تشوف حاجات غريبه وبيبان ان هي بتهلوس، وكل حاجه كانت بتشوفها كان بيكون واضح ان هي من حياتها. طيب دلوقتي بنشوف الراجل ده وبنعرف ان ده اللي ماسك الليله كلها من اولها لاخرها. فبيقول لها بصي انت هتمشي قريب من هنا بس قبل ما تمشي عايزينك تساعدينا في حاجه صغيره. المهم بتصحى من الغيبوبه وبيبداوا ينقلوها لمكان تاني، وهنا هتواجه اكبر مخاوفها لان هم هيطلقوا عنكبوت يتمشى على جسمها. وبيعق الدنيا اكتر لما بتقول لها العنكبوت ده من فصيله سامه يعني قرصه واحده والحكايه هتخلص على كده. والراجل بيقول لها ما تقاوميش وسيبي نفسك، بس
وطبعا ما كانتش قادره تهدي اعصابها وما كانتش قادره تتحمل اكتر من كده، يعني اكبر مخاوفها تتمشى على ايديها. المهم بيشيلوا العنكبوت من عليها وما نقدرش نقول ان الاختبار مشي كويس، بس الست دي كانت شايفه ان النتائج حلوه. المهم بيحط ايده على وشها وبيقول لها انت فاهمه كلامي؟ فقالت له لا، وبيبان ان هم عايزينها توصل لحاجه لسه مش فاهمينها. بس الست دي بتقول لها هو بعد كل ده ما يخلص هيبقى صعب ترجعي لحياتك القديمه، لان كل حاجه هتتغير. هو الموضوع هيوجعك وهتحسي بوجع رهيب، بس ده هيغير حياتك. وده قبل ما يمشوا، فبتحاول تهرب تاني واخيرا بتنجح المره دي وبتجري عشان تاخد القطر، وبنفهم ان ده كان سلاحها الوحيد، وبتروح على فتحه التهويه عشان تهرب منها. المهم وهي في الطريق شافت ناس كتير قوي، وبيكون واضح ان كل واحد هنا بيواجه مخاوفه، يعني سواء بيخاف من المرتفعات او حتى صوت بابا. طيب هي بتكمل طريقها وشافت اللي كان قاعد معاها وهو بيغرق في دم، وطبعا دي كانت اكتر حاجه بيخاف منها. المهم بتكمل زحف وهي مرعوبه، وفي الاخر بتوصل للحمام. وهنا المشكله لما سمعت اتنين بيتكلموا في الحمام، وفهمت ان ده مش المعمل الوحيد ولا هما الوحيدين اللي بيتعمل عليهم تجارب، ونتائج الاختبارات ما كانتش الاحسن ولا دايما بتنجح. فبتكمل طريقها بعد ما سمعت كلامه، وبتلاقي سلم بيخرج على بره، بس الحلو ما بيكملش لما بتعرف انه مقفول، وده طبعا سابها مش عارفه تعمل ايه او تخرج من المكان ده ازاي. المهم بترجع تاني وبتعدي على اوضه الراجل ده وهو بيتعمل عليه اختبارات تانية، فبتقول له تعالى معايا ونهرب من المكان ده سوا. فقال لها لا، هم قالوا لي انا هرجع البيت قريب. فبتساله عن العقار اللي بيتحقنوا بيه، فقال لها بصي هو الحوار ده ليه علاقه بالجلد، لان هم كانوا بيمشوا ايديهم على جلدنا. وبنشوف اكبر مخاوفه جاي ناحيته، وبنفهم ان دي اكتر حاجه هو بيترعب منها. المهم الموظفين كانوا جايين ناحيه الاوضه، فاستخبت تحت السرير، والموظفين اخدوا بالهم انه كان مرعوب، وبنعرف ان دي اخبار ما تفرحش بالنسبه له، وانه كده ما عداش من الاختبار. فالدكتور بيقول له انت هتروح قريب، وبنفهم انه هيتخدر قبل ما يرجع البيت، وقالوا له اللي انت عشته هنا ده هيغير نظرتك لكل حاجه في الكام سنه اللي هتعيشه. المهم بعد ما اخدوه رينيه بتكمل رحلتها وهي بتتسحب وبتدخل معمل، وبتلاقي فيه خريطه، وطبعا بنعرف ان دي خريطه باقي المعامل، وهي كانت منتشره في العالم كله اللي هو مش هنا بس بيقطعها ان هي بتحس ان في حد جاي. وطبعا احساسها كان صح، بس المرعب لما بيقلع النضاره عينه كانت كانها عين تعبان، وطبعا ده عك الدنيا اكتر بالنسبه لرينيه، ولازم تخرج من المكان ده في اسرع وقت، لان هي فهمت كده ان هم مش بشر اصلا. بتكمل هروب وبتوصل لمكان تاني اللي شافت فيه الراجل اللي قالت له نهرب ميت قدامها، اللي هو كنت سمعت الكلام. وبيوصل ناس تانية فبتستخبى، وكانوا بيقولوا الراجل ده قرب جدا هو وواحد تاني، بس جم على الاخر وماتوا. فقالت له بس احنا لسه عندنا رينيه ونتائجها زي الفل. فبيروحوا عشان يطمنوا عليها، وده طبعا رعبها اكتر لان كده هيعرفوا انها هربت. فبترجع تاني لاوضتها، وطبعا ربطت نفسها في السرير، وبعدها بيدخلوا اوضتها عشان يتشكوا عليها وكده. فبيقول لها انت بتهلوسي او بتسمعي اي حاجه؟ فقالت له انا يا دكتور ما بقتش عارفه الحقيقه من الهلوسه. المهم بيمشي، وده قبل ما تجهز حقنه تانية، وقالت لها الحياه هتكون اسهل بالنسبه لك لو بطلتي تقاومي وتعاونتي معانا. ولمست جلدها تاني وقالت لها احنا نقدر نساعد ابنك ونخليه يقدر يحل مسائل الرياضه ويسيطر على نفسه ويبقى انسان جديد. فطبعا اتصدمت، اللي هو انت تعرفي ابني منين؟ فقالت لها انا بقدر اعرف اي حاجه مجرد ما بلمس جلد اي حد. وبترجع تقول لها ان المخدر اللي انت اتحقنتي بيه ده جاي من جسم الانسان اصلا وموجود جواه، يعني فكري فيه كانه اتاخد من جسمك، وده معمول عشان يخلي الانسان يقدر يغلب اكبر مخاوفه. ومش بس كده، ده كمان هيخليكي تغيري جلدك كانك افعى بالظبط. وطبعا مش هتقتنع الا لما توريها ده بعينيها، وبتعمل كل ده عشان توريها عينيها اللي زي عين التعبان. وطبعا ما كانتش عينيها لوحدها لان وشها برضه اتغير. طبعا ده سابها مرعوبه، ومن غير ما تضيع وقت بتحقنها بالحقنه، وده خلاها يغمى عليها. وبتفتح الباب بايديها وبتاخدها على نقاله وبتخرج من الاوضه، بس بتلاقي معمل ومرعب ان كان فيه كل اسامي الناس اللي اتعمل عليهم تجارب، وفهمت ان ده بقاله اكتر من 100 سنه بيحصل. المهم بيروحوا على المعمل وبيبصوا على عينه منها. الدكتور بيقول له بص هي تقدر تخلف تاني عادي جدا وما عندهاش اي مشكله، بس مش هتخلف من البشر تاني، يعني لو هيحصل حمل ده هيكون من نوعها بس اللي هو نوعنا يعني. فطبعا لما سمعت ده قلقت من المكان كله وبيشوفها، بس ما جريش وراها لان الراجل ده بيروح للكمبيوتر وبيقفل لها الطريق اللي كانت هتهرب منه كانها فار، وده قبل ما يطلق عليها غاز مخدر، وطبعا بيغمى عليها. المهم بتفوق وبتلاقي نفسها في اوضه تانيه، وطبعا بتبدا تعيط لانها فهمت انها مش هتشوف ابنها تاني. المهم جروب المرض دي كله بيدخل الاوضه بتاعتها، والدكتور بيبدا يفحصها، وبتقول لها انت بقالك تقريبا يومين مغمى عليك، بس قالت لها انا ما حسيتش بان عدى يوم واحد حتى. فقال لها ما تشغليش بالك لان مفهوم الوقت عندنا مختلف. فبتقول لهم طبعا هتجلدوني وتجوعوني عشان حاولت اهرب. فقال لها خالص ما فيش اي عقاب، احنا بنحب الناس اللي بتحارب عشان تعيش. فبتهمس بصوت واطي جدا، والغريب ان المره دي سمعته وقالت وراها، وبتوريها كلام مكتوب على التابلت من مسافه، بس قدرت تقراه المره دي برضه. فطبعا اترعبت وقالت لهم انا مش عايزه ابقى زيكم. فبيقول لها ما تقاوميش لان ده تطور، واي سلبيات عند البشر هتختفي اول ما تحولك هجمه. وبتوريها فيديو لابنها وقالت لها اول ما تبقي زينا مش هيبقى عندك اي مشاعر ولا اي حاجه من الهطل بتاع البشر ده، وكمان الدي ان ايه بتاعك هيخلينا نلاقي ناس كتير زيك. وقالت لها احنا مش بشر اصلا على الاقل دلوقتي، وغير ان هم في البدايه كانوا بشر وتحولوا للسلاله دي، ويعني بدانا كلنا كبشر وادينا اهو زي ما انت شايفه، واللي عمل فينا كده هو خوفنا اللي في الاخر اتطورنا عن طريقه. وقالوا لها بصي هو الجنس البشري ما بيعملش حاجه غير انه يدمر الكوكب بتاعنا، ويعني بنحاول نعالجه من ده لان الانسان جواه غريزه وهي التدمير، وبنعمل كده عن طريق
طريق اننا بنحاول اكبر عدد ممكن، واللي بيفشل مش بنقتله، لا احنا بنطور الجين بتاعه، بمعنى ان هو لما بقاش واحد زينا في المستقبل هيقدر يخلف واحد مننا. وطبعا اللي مش بيعيش الدي ان ايه بتاعه اتدمر وهم بيعملوا كده، وبيبداوا هنا ان هم يجهزوها للاختبار الاخير اللي هيحدد كل حاجه. وطبعا المحفز بتاعها هو العناكب اللي كانت بتمشي على وشها، وما نقدرش نقول انها ما كانتش مرعوبه او عندها تموت احسن ما تتعامل مع العناكب. وطبعا قعدت تتحايل ان هم يشيلوا ده من على وشها، واكيد ما ادوش رد فعل وكانوا بيتفرجوا عليها، وما عداش وقت كتير وقدرت تكسر الخوف ده عندها، وبتبدا هنا تتحول للشكل البشع اللي انتوا شايفينه ده. يعني مش هتدخل مسابقه ملكه الجمال بالمنظر ده. وبعدها بنشوفها وهي في بيتها وعايشه حياه طبيعيه، ومفيش اي حاجه اتغيرت هنا الا شخصيتها. وطبعا كل الناس كانت مستغربه من طريقتها وانها بقت حد جديد يعني. وطبعا بنفهم هنا ان هي ما بقاش عندها اي ذره مشاعر، لدرجه انها بتمسك العنكبوت عادي وبتخرجه بره من غير اي مشاكل. وقالت لابنها بص انا قابلت شويه ناس يعني بيفهموا في الرياضه وكده وهيقدروا يساعدوك يعني لو رحت عندهم كام يوم. بس طبعا قال لها مش هروح في اي حته، انت بقيتي غريبه يا ماما. وبيمشي وبيسيبها. ومفيش حبه وبنشوف نفس الشله في البيت وبيسالوها عن ابنها، فبتقول لهم هو فوق بيجهز شنطته بس، وقالوا لها ان حتى بعد تحولك انت لسه تقدري تخلفي وتقدري برضه تخليه زيك، وطبعا عايزينه يبقى زينا. وبيروحوا على فوق بس غريزه الام مفيش حاجه تقدر تكسرها يعني. فبعتت له رساله وقالت له في خطر اهرب من المكان حالا. ومن غير ما يضيع وقت بيخرج بره وبيفلق من المكان على العجله بتاعته. وطبعا لما عرفوا انه هرب قالوا له احنا مش هنجري وراه لان امه هي اللي هتعمل ده، لان هي لسه عندها شويه مشاعر ناحيته وقريب مش هيبقى فيه خالص، وهيبقى كل همها ان هي تخلف اكبر عدد ممكن من السلاله بتاعتنا. وقال لها احنا كنا مستنيين حد زيك بقالنا كتير، واخيرا هنقدر نتكاثر زي اي سلاله تانية ويبقى في ناس كتير مننا. وطبعا بنفهم كده ان هي عاجلا ام اجلا مشاعرها هتتغير ناحيه ابنها لحد ما توصل لانها تبقى واحده منهم بس. وبيخلص الفيلم على كده. ولو الفيلم عجبك اعمل اشتراك في القناه.